السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة ومش هتاخد معاكي وقت خالص، وصفة صيفية من الوصفات اللي طعمها خطير، وهنستخدم فيها الليمون اللي طبعا من الحاجات الصيفية الخطيرة. النهاردة هنعمل اسباجيتي الليموني اي جمبريتي، من الاطباق المميزة اللي طعمها خطير. طعم الليمون مع الجمبري حاجة كده فوق الخيال. طبعا ده ريشيتا ايطاليانا، من الاطباق المميزه جدا هنا وطعمه خطير جدا. شايفين الطبق الخطير؟ تعالوا بينا بقى نشوف المقادير. اول حاجه هنا معانا باديلا، وهنحط فيها معلقتين من زيت الزيتون، وهنضيف عليهم فصين من الثوم وكمان قطعه من الزبده، لان احنا الصوص ده معتمد على انه يبقى كمان فيه زبده وزيت زيتون. عايزه تستخدمي زبده بس براحتك، عايزه تستخدمي زيت زيتون بس براحتك برضو، بس هو طبعا تاكل زبده مع الجمبري والليمون حاجه يعني كده خطيره. فصين التوم دول بعد ما يتحمر معاكي الجمبري تقدري تشيليهم. قشرت كده زي ما انتوا شايفين قطعتين من قشر الليمون، ونزلتهم في ميه الكتوره اللي هسلق فيها المكرونه، علشان يدوا للميه ريحه الليمون، وتبقى كمان طعم المكرونه وهي بتتسلق فيها طعم الليمون، لان الوصفه معتمده زي ما قلنا على الليمون. الليمون ده من الحاجات اللي بتنعشك كده وتديكي يعني ريفرش، وتحسي انك كده حاجه بفريسكاتسا والصيف بقى والليمون والحاجات الجامده دي. طبعا طبق منعش جدا وطعمه تحفة جدا. حطيت كمان هنا زي ما انتم شايفين، نزلت بالجمبري، وهنزل بشوية من البهارات، حاجة بسيطة خالص، فلفل اسود وبابريكا. والبابريكا كمان اختياري، لو مش عايزة تحطيها ما تحطهاش، بس بتدي طعم حلو جدا مع الوصفة دي. هنقلب بقى الكلام ده لحد ما الجمبري معانا يتشوح ويتغير لونه، وبعد كده هنشيل الجمبري ونكمل الصوص بتاعنا. في الوقت ده انا كنت مولعه على الميه بتاعه المكرونه علشان اسلق المكرونه بتاعتي. اخدت نص ليمونه، نص بشر ليمونه، بس نص بشر ليمونه قبل ما اطلع الجمبري من الطاسه. زي ما قلت لك الجمبري مجرد ما هيلون، الجمبري ما بياخدش وقت في التسويه، يعني 3 دقايق خلاص بيكون استوى، خصوصا لو حجمه كمان مش كبير قوي. بعد ما الجمبري لون كده نزلت عليه كده بنص بشر ليمونيه، يعني الليمونيه اخدت نصها بشرته، وهشيل الجمبري عشان ياخد كده من طعم برضو الليمون، ويبقى كده كمان ايه في التشويح اخد من طعم الليمون. هنشيل وهنكمل لسه الليمون تاني مكمل معانا طبعا، لان احنا الوصفه معتمده زي ما قلت لكم على الليمون وعلى الجمبري. شلت بقى الجمبري بتاعي، وهاخد كمان التوم. لو عايزه في الوقت ده تشيلي التوم وتتخلصي منه خالص براحتك، بس انا بحب طبعا التوم وبحب اكله يعني. المهم هنكمل بقيه البشر بتاعنا، بقيه الليمونه بقى هكمل بشر بقيه الليمونه، يعني ليمونه كامله بشرتها. وزي ما قلت لك كمان اخدت قشر، بس ليمونه تانية، اخدت حتتين من القشر وحطيتهم مع ميه السليق. هنا بقى الليمون بتاعي بدأ ريحته تطلع كده وبقى خطير معايا. بقى كوبايه فيها ايه؟ فيها ربع كوبايه عصير ليمون على معلقه دقيق. يعني قد ايه ربع كوبايه عصير الليمون دي؟ حوالي 4 ليمونات، من 3 ل4 ليمونات تكون فيهم ميه يعملوا لك ربع كوبايه كده كبيره. الكوبايه دي مش صغيره، الكوبايه دي كبيره. مليت كده ربع الكوبايه من عصير الليمون وعليهم معلقه من الدقيق، يعني 4 ليمونات تعصريهم كده وتاخدي منهم الصوص بتاعهم، لانه طبعا هيديكي بقى طعم خطير. وخدت معلقه الدقيق عشان يبقى معانا القوام كريمي، ولو مش عايزه تحطي معلقه الدقيق انك تربطي بيها القوام براحتك خالص، بس طبعا هيبقى خفيف قوي والسوجو هيبقى خفيف جدا، لكن كده بيطلع معاكي مظبوط بيرفكتو 100%. حطيت كمان مغرفتين من ميه الكتوره اللي هي ميه سليق المكرونه، وهقلب الكلام الخطير. وشويه الصوص دول اللي نزلوا من الجمبري اللي احنا كنا شايلينهم اخدتهم برضو نعزز الطعم بتاع الجمبري بتاعنا. وهقلب الكلام الخطير ده زي ما انتوا شايفين. مش عايزه اقول لك بقى الريحه وطعم بقى كان عامل ازاي. حطيت الملح بتاعي، الصوص بقى كريمي قوي. هرش حبه من البريتسيمولو او البقدونس، وهقلب الكلام الخطير بتاعي ده كده مع بعضه معايا صوص خطير. هنزل بقى بالجمبري كله واقلبه يغلي بس غلوه، وبعدين انزل بالمكرونه اللي كانت اتسلقت معايا. طبق فاتشيليسيمو ما بياخدش وقت خالص، في ثواني زي ما انت شايفه الصوص كريمي ازاي خطير. معلقه الدقيق دي ربطت الكلام وظبطت الدنيا، ونزلنا عليه بالباستا بتاعتنا او الاسباجيتي بتاعنا ونقلب الكلام الخطير. شايفه صوص بقولك كريمي ازاي، شايفه دنسو ازاي وخطير. وبعد كده حطيته في الطبق بتاعنا الجميل ده، ورشيت عليه رشه من البريتسيمولو على الوش، وحطيت الجمبري بتاعنا. طبق تحفه 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 تحفه، مش عايزه اقول لك تحفه قد ايه. كمان سهل جدا وفاتشلي في عمايله، مش محتاج بهارات كتير، وهو يعني سامبليتشي قوي.
زي ما انت شايفه الطبق بتاعنا خلاص وبقى جاهز للاكل، وبرونتو ده مانجاري حاجه كده خطيره وتحفه وسهله وسريعه. لو شايفه الفيديو للنقطه دي ما تنسيش تذكري الله وتصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلاه كما تحب وترضى وملء ما تحب وترضى. ما تنسينيش من لايك ومشاركه وبون ابيتي.